السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. إذا أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي، أنا زازو محمد، أهلا ومرحبا بكم. فيديو اليوم هنتكلم عن أسباب سواد مفاصل اليدين وكيفية التخلص من المشكلة بتاعت سواد اليدين أو الأكواع. طيب، الأسباب يا بتكون نقص بتاع فيتامين بي 12، فيتامين بي 12، أو برضو بيكون سبب إنك بتتعرضي لأشعة الشمس بكمية كبيرة أو بفترات طويلة من الزمن، أو برضو بيكون نقص أو معدل صبغة الميلانين، وهي المسؤولة من لون البشرة أو الدرجات بتاعت لون البشرة. وبرضو بسبب الكريمات أو بسبب تكيس المبايض. برضو دي من الأسباب اللي بتخلي لي البشرة تكون سوداء أو المفاصل بتاعت البشرة تكون سوداء. أول حاجة بنعمل التكشير، والتكشير ده أهم حاجة. بنجيب ملعقتين من البن وملعقتين من السكر. السكر يا ريت يكون خشن. وملعقتين من زيت جوز الهند. أو ممكن تستخدمي زيت زيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت السمسم. الزيت المتوفر عندك ممكن تستخدميه. هنا الزيت جامد شوية. سخنته، بعد ذاك هنضيف زيت جوز الهند للخلطة بتاعتنا أو للبن والسكر. نخلطهم مع بعض لحد ما نتحصل لخلطة بتاع التكشير تكون ما تكون لينة شديد وما تكون سايلة. قوامها زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بعد ذاك تبدي تفرديها على بشرتك، على اليدين وعلى الأكواع وعلى المناطق اللي انت حابة تفتحيها. أي منطقة فيها سداد أو زيادة بتاعت صبغة الميلانين تكون فيها كتيرة، تفرديها فيها، وبعد ذاك تغسلي يدينك. نجي للخلطة المهمة اللي بتشيل لي السواد بتاع المفاصل. بنجيب مقدار بتاع ملعقة من كربونات الصوديوم. بنضيف عليها ليمون. ضفنا عليها الليمون، شايفين التفاعل بتاع الليمون مع الكربونات الصوديوم. بعد ذاك نخلطهم مع بعض لحد ما نتحصل على خلطة تكون سايلة شوية. بعد ذاك تجي تمسحيها بعد ما خلطناهم كويس زي ما انتوا شايفين في الفيديو. نجي نمسحها أو نفردها على المفاصل. أنا ما عندي مفاصل كتيرة أو المفاصل برضو من أسباب المفاصل بتحت اليدين الاستخدام بتاع موانع الحمل أو بعض من الأدوية بتؤدي لزيادة بتاعت هرمون الاستروجين أو هو الهرمون بتاع الذكورة. ده برضو بيسبب الاسوداد أو المفاصل بتحت اليدين. برضو ممكن زي ما قلت لكم استخدام الكريمات بتاع تفتيح البشرة، فبالتالي بيكون في المفاصل أو بيكون في الأكواع الصبغة بتاعت الميلانين بتكون متركزة كتير، فبالتالي لما انت تستخدم الكريم الكريم ما بيفتح لك المحلات دي. لما تستخدم التكشير في الروتين بتاعك بتاع الجسم، العناية بالبشرة بتاعتك، التكشير أهم حاجة والترطيب أهم شيء عشان ما تتخلصي من المفاصل أو من السواد اللي بيكون ناتج من الكريم أو اللي بيكون ناتج من نقص فيتامين بي 12 أو اللي بيكون ناتج من تعرضك للشمس. أو برضو لما تستخدمي كريمات بتسبب لك بعد ذاك تخلي الخلطة بتاعتك في يدينك لحد ما تنشف، وتجي تدعكيها بحركات دائرية وتغسليها بالموية، موية تكون فاترة، وتجي تستخدمي أي نوع مرطب انتي بتستخدميه. بتمنى الفيديو ينال إعجابكم. ما تنسوا عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس.